السلام عليكم. ربنا يجعل أيامكم كلها فرح وسعادة ورزق وبركة وخير. النهارده بقى جاي كده إيه أقول لك يعني معلومتين في معلومة واحدة، وهي موضوع الإظلام والتجويع. يا ترى الحاجتين دول مهمين ولا لأ ولا إيه الدنيا؟ إحنا اتكلمنا قبل كده في القصص دي ووضحنا كل حاجة إيه أهميتها من الناحية العلمية. أنا بقى المرة دي جاي أفهمك بس على إيه كام تفصيلة كده صغيرة بعيدا بقى عن قصة التحويل، عشان برضه إحنا إيه في يا جماعة مشكلة كبيرة إن أغلب المربيين عينيهم كلها وتركيزهم كله مع فكرة التحويل، اللي هو إيه اللي هيخلي التحويل يبقى عندي عالي، إيه اللي هيخلي الطائر عندي يكبر بسرعة، إيه اللي ما أعرفش. طب يا عم ماشي، ما هو أنت التحويل ده مش علف بس، مش أدوية ولا مكملات غذائية بس، لأ أنت في حاجة اسمها الصحة العامة بتاعة الطائر، دي مهمة جدًا. طيب الصحة العامة دي هتيجي إزاي؟ هتيجي يا باشا إن الطائر ده هو بس مش احتياجه عشان خاطر يحوّل معاك وصحته تبقى كويسة إن هو ياكل ويشرب وخلاص على كده، لأ، في عندي حاجات مهمة، إيه هي؟ الطائر ده لازم ما يبقاش عنده ستريس. طب يعني إيه؟ طبعًا دلوقتي أنت لو بتعمل إظلام فيبقى بالتبعية أنت بتعمل تجويع، لأن أنا مش هينفع أعمل النهارده إظلام وما فيش تجويع، إزاي؟ ما هو الطائر مش شايف هياكل ويشرب إزاي؟ فدي نقطة مهمة، عشان كده باقول دايمًا يا جماعة اعمل فكرة الإظلام واللي هو بتبقى بالتبعية معاها التجويع. ده هينفعني في إيه؟ أول حاجة الطائر أنا اديته فرصة إن هو يرتاح، ياخد كده هدنة. طب لمّا هيرتاح إيه اللي هيحصل؟ أولًا أعضاء جسمه نفسها هتبدأ إن هي يعني تدّي شغل أفضل. فكرة الافتراس والخناقات اللي بتحصل ما بين القطيع وبعضيه هتقل أو بمعنى أصح هتختفي، لأن ده كله بيبقى نتيجة ستريس. فأنت لمّا زي أنت كده كبني آدم، أنا النهارده دلوقتي لو مش نايم ومُجهد، إيه اللي هيحصل؟ هابقى أعصابي مشدودة، هابقى عمّال خُلقي لحد أمّا أوصل لمرحلة هافصل خالص وهاقطع خالص، أبقى مش شايف قدّامي. أنت كذلك برضه الطائر، طول ما هو عايش في إضاءة هو في ستريس، فبالتالي بيحصل حتة الافتراس وإن هم ياكلوا في وش بعضيهم والكلام ده كله، ويعوروا بعض وكده. فيبقى دي جزئية. الجزئية التانية زي ما قُلنا دلوقتي إن الإظلام هيبقى بالتبعية معاه تجويع. طب التجويع إيه فايدته يا عم؟ أنا دلوقتي عمّال أضغط على كل أعضاء الجسم من ناحية المعدة، الأمعاء يعني بوجه عام، الكبد، الكلى، إن أنا عمّال أضخ في أكل، فالأعضاء دي كلها شغالة معايا ال24 ساعة ما بتفصلش، لأن الطائر كل ما بطنه بينقص منها شوية أكل خفاف بيجري ياكل ويقوم معوّض تاني. طيب أنا بقى لمّا أدّي له فرصة إن هو يريّح، أول حاجة الأعضاء ديّة هاريّحها معايا شوية، هيحصل إنها هتعيد نشاطها، إنها تبدأ إنها عندها استعداد تستقبل تاني أكل ومَيّة وتبدأ إن هي تقوم بوظيفتها تاني بشكل سليم. هادّي فرصة إن الطائر نفسه لو في سموم في جسمه إن هو يبدأ إن هو يعني يعرف يتخلّص منها بسهولة. وإحنا ليه بندّي مضادات سموم؟ مش عشان بس خاطر إن أنت العلف فيه سموم، لأ عشان كمان أنا مش مدّي أصلًا فرصة للطائر إن هو نفسه يعني جسمه يبدأ إن هو يتعامل مع الحاجات دي، أنا عمّال ضاغطه على طول. فعشان كده أنا باساعده بقى بالمضادات السموم ونشط الكبد والكلى والتفاصيل دي كلّها. عشان كده لمّا تيجي تعمل أنت إظلام خلاص كده وتجويع، بتلاقي إن الطائر حالته اختلفت، بتلاقي الإخراج بتاعه السبلة بتاعته بقى وضعها مختلف، بتلاقي هو حيويته مختلفة. أنا يعني لو إن شاء الله بإذن الله ممكن بكرة والّا بعده أفرّجك، أعمل لك فيديو أورّيك الطيور الصبح وأنا داخل لها من بعد بقى الإظلام. طبعًا الإظلام لازم يتعمل كلّه بالليل، يقول لك أنا باعمل إظلام بالنهار، ده أنت كده مش فاهم حاجة، أنت لازم تمشّي الإظلام ده مع طبيعة يعني اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيه. هتعمل انت اظلام بالنهار وتنور له بالليل، انت كده اصلا بتلعب له في الساعه البيولوجيه بتاعته. تمام كده. هوريك بقى لما اجي انور النور الصبح او نعطي لك بقى النهار كده مدى الحيويه الطائر بيبقى فيها ومدى اقباله على الاكل بيبقى عامل ازاي ونشاطه ولعبه ودنيته. فدي نقط مهمه جدا لو انت فعلا عايز تاخد تحويل كويس، عايز تاخد صحه جيده للطائر، عايز القطيع بتاعك يبقى فعلا بجد من اقل نسبه علف يديك اعلى وزن. امشي بالنظام الرعايه دوت، والله بجد هيفرق معاك كتير جدا وهتلاقي ادويه اقل وهتلاقي صحه افضل. وتابع في الفيديوهات اللي جايه عشان اوضح لك بقى نعمل نظام ازاي وكام ساعه والدنيا تمشي امتى والكلام ده كله. اشوفكم على خير، سلام.